النهاردة هنعمل الرز المعمر باللحمة، من أحلى الأكلات المصرية اللي انتوا ممكن تجربوها. هقول لكم ازاي هنعمله ويطلع طعمه مظبوط، ويبقى الرز من جوه مفلفل كده وجميل، ومن بره الوش بتاعه كريمي ومتحمر فظيع كده يا جماعة. أول حاجة معانا لتر حليب، ويفضل يكون حليب دسم. الرز المعمر بيحب الدسم، بيحب السمنة وبيحب القشطة. هنحط عليهم كوباية شوربة صغيرة. أنا جبت لحمة تقطعها صغير، اللي احنا بستخدمها في كباب الحلة، وسلقتها عادي جدا واخدت منها كوباية الشوربة. ومعايا كوباية ويبنج كريم صغيرة، هحط عليهم معلقة كبيرة ملح ومعلقة سكر. هنحط عليهم نص معلقة كده صغيرة فلفل اسود ورشة قرفة، وهحطهم على النار يسخنوا. دلوقتي جبت الطاجن بتاعي وحطيت فيه معلقة سمنة بلدي حلوة كده ووزعتها عليه كويس. لو ما عندكيش طاجن ممكن تستعملي اي صينية متاحة عندك او قارب بايركس. حطيت 4 كوبايات رز، وهقسم الطاجن لازم تلت رز تلت سوايل وتلت بيبقى فاضي، بصباعك كده يبقى عقلة عقلة عقلة. ودلوقتي معايا معلقة سمنة بلدي حلوة، حط عليها ربع كوباية زيت، معاهم علبة قشطة، لو في قشطة بلدي متاحة تكون أفضل. وهحط عليهم معلقة ملح كبيرة وشوية فلفل أسود، وهقلبهم مع بعض. ودلوقتي هحطه على الرز بتاعي، وهبدأ أوزعه عليه كويس جدا بإيديا كده، عشان أتأكد إن الرز كله أخد من السمنة والزيت اللي أنا حطاه. وهبدأ أسوي الرز وهنزل عليه بلحمة مسلوقة. عندي نص كيلو لحمة مسلوقة متقطعة مكعبات صغيرة زي تقطيعة كباب الحل. لو عندكم القطع كبيرة ممكن تقسموها وتسلقوها. ودلوقتي هحط عليه خليط الحليب بتاعي اللي أنا محضراه لحد ما يبقى تلتين الطاجن زي ما اتفقنا. اللحمة اختياري لو مش عايزين تحطوها، بس طبعا هي بتدي طعم روعة في الطاجن. هغطيه دلوقتي وهحضر القشطة بتاعتي. عندي باكو قشطة كريمي وحتة قشطة بلدي ضربتهم مع بعض، وهبدأ أوزعها على الوش بتاع الطاجن، وهدخله على شواية الأول 10 دقايق. بعد ما يعمل الوش هسويه في الرف اللي في النص في الفرن على درجة حرارة 170 كده. هيطلع يا جماعة معاكم مظبوط ومفلفل، وجربوه وبالهنا والشفا.